عشان ما نزلتش عشان الامتحانات. تمام. يوم 23 الجاي، يوم 25 الجاي، شايفهم ازاي؟ انا شايف ان مش عارف ننزل. عشان يعني اولا يرفضوا حكم العسكر ولا يأيدوا السيسي؟ لا يعني تأييد السيسي. يأيدوا السيسي؟ تأييد السيسي. مستشار رئيس الجمهورية للانتخابات قال ان الطلبة ما نزلوش عشان الامتحانات. هل حضرتك نزلتي ولا ما نزلتيش؟ لا انا ما نزلتش. عشان ما هو مش عشان الامتحانات. انا شايفه ان حصل في رابعه ده ما كانش ينفع اصلا ان هو يحصل، وبعدين مش عشان تأييد فصيل معين، بس هو فعلا لان كلنا مصريين وده دم، سواء من هنا او من هنا ما كانش ينفع ان هو حصل خالص. وبالنسبه لخبز اعتصام رابعه يعني هو حصل بشكل فظيع جدا وبشع وما كانش ينفع ان هو يحصل. حضرتك يوم 25 الجاي و23 في دعوة للتظاهر ضد الحكم العسكر. حضرتك رأيك ايه في التظاهر دوت؟ ايوه طبعا ان شاء الله نازلين. قال ان الطلبة ما نزلوش عشان الامتحانات. انت موافق على الكلام دوت؟ لا مش موافق. طب انت ما نزلتش ليه؟ انا ما نزلتش عشان انا مقاطع الاستفتاء. عشان العسكر ولا انت موافق ليه؟ انا مش معترف اصلا بنظام حكم العسكر ومش معترف بالاستفتاء بتاعه. تمام. طب يوم 25 الجاي انت شايفه هيمشي ازاي او انت بتتمنى فيه ايه؟ هو انا بامل ان هو يكون تكمله للثوره اللي احنا ما كملناهاش، والثوره اللي عملناها نص ثوره تقريبا، وهم الناس قالوا يعني قعدوا يقولوا 30/6 انها تكمله ثوره. 30/6 ما كانتش تكمله ثوره ولا حاجه. 30/6 ديت ممكن يكون ناس كتير اتخدعت فيها، لان هم شايفين ان هم كانوا ضد حكم الاخوان. كتير من الناس كانوا ضد حكم الاخوان وانا كنت منهم ضد حكم الاخوان، بس في نفس الوقت مش معنى ان انا ضد حكم الاخوان ان انا وافق على حكم العسكر ان هو يرجع من تاني. حكم العسكر عمل مجازر كتير في حق الشعب، عمل جرائم كتير في حق الشعب، والناس كلها عارفه الكلام دوت ومحدش يقدر ينكر الكلام دوت. وحكم العسكر لازم يتشال، لان حكم العسكر اللي هو الامتداد لنظام مبارك القديم. طب حضرتك نزلتي ولا ما نزلتيش؟ لا انا نزلت الاستفتاء وقلت نعم، لان انا شايفه ان البلد بايظه ومحتاجه ان هي تتصلح. حضرتك شايفه ان الاستفتاء هو اللي هيصلح البلد؟ طبعا. تمام. طب حضرتك هيغير حاجات كتير. طب يوم 25 الجاي و23 في دعوه للتظاهر. حضرتك هنزل. هتنزلي لايه؟ للسيسي ان شاء الله. ليه السيسي؟ انا ما نزلتش الاستفتاء مش عشان الامتحانات، عشان الناس اللي ماتت في احداث رابعه، وفي ناس بتعتقل، وفي ناس بتموت ملهاش ذنب. وثانيا ان شاء الله نزلت 25 يناير عشان برضو الناس اللي بتموت. شكرا. نزلت الاستفتاء وقلت نعم. طب يوم 25 الجاي هتنزلي ايدي السيسي؟ ان شاء الله. عشان الامتحانات بتاعتهم. حضرتك رايك في الكلام دوت؟ لا طبعا. ان انا في طلبه كتير جدا مسجونين اصلا، طلبه الازهر وطلبه جامعات كتيره قوي مرميه في السجن، في ناس مقاطعه عشان خاطر زمايلهم اللي اتقتلوا قدامهم، وعشان خاطر التزوير اللي حصل وشروط الفساد والدوله القمعيه اللي عادت تاني من الاول تاني، ولا كأن ثوره يناير اتعملت، ولا كأن في تغيير حصل في البلد. النظام الفاسد بيرجع تاني بجذوره، مفيش اي حاجه من دي. طب حضرتك في دعوات التظاهر يوم 25 ويوم 23. حضرتك رايك فيها؟ لا انا طبعا ان شاء الله يوم 25 احنا نازلين ان شاء الله عشان خاطر ثوره يناير نحافظ عليها. اتسرقت ولا كانها اتعملت، كل الفساد رجع تاني، ولا كان حاجه حصلت، ولا كان نظام مبارك اتشال. كله طلع براءات، والناس اللي ما عملتش اي حاجه بتترمى في السجن ويتحكم عليها بالاحكام اللي المفروض تتحكم على مبارك ونظام. فطبعا المفروض كله ينزل 25. شكرا. طبعا الكلام ده مش صحيح خالص، لان احنا كلنا زمايلنا هنا مقبوض عليهم اكتر من 25 معتقل تقريبا في الكليه عندنا هنا اهو، وكل يوم واحد يا دوبك بيعمل ريفريش على الفيس بيلاقي اصحابه كلهم معتقلين. من كل ما افتح الاقي اصحابي معتقل، كذا حد من اصحابي اعتقل. انا تقريبا ما بقاش عندي اصحاب، فانا لو نزلت او اي حد من اصحابي نزل فبقى انا كده موافق اصلا على النظام ده، او ان انا موافق على الانقلاب ده. اللي حصل ده انقلاب بكل معنى الكلمه، وانقلاب دموي فاشل. في دعوات التظاهر يوم 25 ويوم 23. ايه رايك فيها؟ لا هو اكيد احنا نازلين، ما فيش حد يعني الحمد لله ما بفوتش اي فعاليه، لان انا نزولي المظاهرات دي يا اما هبقى جنب اخواتي اللي في السجون، يا اما هكون جنب اخواتي اللي ماتوا، يا اما على الاقل هبقى كده شاركت معاهم وطلعتهم اللي انا مش النظام ده.